يا مساء الخير والحلويات وكل حاجة حلوة في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله الأيام تنعاد علينا بالخير والبركة. وبإذن الله الشهر ده نحقق فيه كل حاجة نفسنا فيها، وأي حد نفسه في حاجة بإذن الله تتحقق. ما تنسوش أهم حاجة الدعاء. كل يوم يبقى ليكي دعاء تدعيه، وحاجة انت نفسك فيها بإذن الله ان شاء الله ربنا يحقق لنا كل حاجة بنتمناها وكل حاجة نفسنا فيها بإذن الله. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. قبل اي حاجه كده عايزاكم تصلوا على النبي في الكومنتات. عايزين النهارده باذن الله يعني الفيديو كله يبقى في الكومنتات الصلاه على النبي، علشان عايزين ناخد ثواب وكمان يعني نشجع بعض والكلام ده كله. فعايزين كده ايه في البدايه نسمي الله ونشوف النهارده هنعمل ايه. الفيديو بتاع النهارده هتقضوا معايا روتين ليله اول يوم رمضان. من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا جدا بجد. انا بحب فيديوهات رمضان واستعدادات رمضان والحاجات دي كلها. يمكن الفيديو بينزل لكم متأخر، يعني الفيديو هينزل لكم أول يوم، لأن أنا بصور لكم روتين فعلا اللي هو اليوم اللي قبل رمضان بالظبط. حبيت إن أنا أشارك معاكم يومي وتشوفوا أنا هعمل إيه. كل حاجة هعملها في اليوم هتبقى معاكم النهاردة. فعايزاكي كده في بداية الفيديو لو انت لسه أول مرة تشوفيني، عايزاكي تنوري القناة عندي إن انت تنزلي تشتركي من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلي الجرس عشان أول ما انزل الفيديو تكوني انت أول واحدة بتشوفي الفيديو على طول. وما تنسوش أهم حاجة اللايك والكومنتات الحلوة بتاعتكم، عشان هي دي اللي بتشجعني وتخليني أستمر معاكم في الفيديوهات. النهارده بقى زي ما قلت لكم هتقضوا معايا روتين ليلة أول يوم رمضان. وكمان هاخدكم جولة في البيت، وبعد ما زينت المكتب وزينت البيت وغيرت الديكورات وكل حاجة. هنا بقى المكتب أنا قررت كان نغير المفرش وأحط مفرش جديد كده، عشان رمضان بيبقى ليه استقبال خاص كده. طبعا احنا المفروض ان احنا نزين بيتنا على طول، وبيتنا يبقى على طول متروق والتنظيفات دي تبقى موجودة على طول. بس احنا في رمضان كده بيبقى الشهر ده مميز كده على قلبنا، بيبقى من أفضل الشهور السنة كلها. فاحنا بنحب نستقبله كده بطريقة حلوة ونعمل له احسن حاجة موجودة عندنا نستقبل بيها الشهر ده. فانا بقى قررت ان انا عايزة كمان نفسيتي تبقى حلوة وانا بذاكر، فقررت ان أنا احط مفرش حلو كده يحسسني برضه باجواء رمضان، وفي نفس الوقت ميبقاش فيه شغل كتير وحاجات كتير. وما حطيتش على فكرة على المكتب زينة والوان وضوء وحاجات من دي بحيث ان هي ما تشتتنيش. انا حطيت بس ايه حاجات بسيطة خالص تحسسني باجواء رمضان، وفي نفس الوقت ميبقاش في حاجات كتير تشتت تفكيري والكلام ده كله. فانا انتوا كمان اعملوا كده، اعملوا حاجات بسيطه خالص بحيث بس ان انتوا تحسوا ان في تغيير، وفي نفس الوقت برضو ما تشتتوش نفسكم. بصوا انا هنا كنت بوريكم كميه الكتب اللي قدامي. انا والله بجد عايزه ايه اللي هو انا اخلي المكتب فيه حاجات بسيطه، ما احطش كميه الكتب دي عشان انا ما اتقفلش. الصح ان انت ما تحطيش كتبك كلها على المكتب وقت ما تيجي تذاكري، يبقى قدامك بس حاجه الماده اللي انت هتذاكريها، بحيث ان انت دماغك ما تبقاش مشغوله بده وده وده، لا تبقي مركزه بس مع الماده اللي انت هتذاكريها، ده الصح يعني. فما تعملوش زي خالص ان انا عايزه اصلا اشيل الكتب من هنا وقت ما اجي اذاكر واذاكر بس بالحاجه اللي قدامي. المهم انا كنت بوريكم بقى شكل المكتب. جبت بقى هنا دخلت عملت لي كوبايه شاي بقى عشان اشوف انا هزين ايه وهعمل ايه. جبت البرطمان ده. ده الناس اللي متابعاني في رمضان السنه اللي فاتت هتفتكر البرطمان ده ان هو كده كان موجود عندي السنه اللي فاتت، فانا جبته. بس كانت الشمعه تقريبا كانت لونها اصفر، دي بقى شمعه ملونه، وده فانوس عادي خالص. مش عارفه ان وريته لكم قبل كده ولا لا. المهم يعني كنت واخداه اصلا في الدرس، فقلت بقى احطه هنا على المكتب شكله حلو. وكوبايه الشاي بتاعتي. بصوا بقى انا هنا كنت بوريكم شكل المكتب بعد ما خلصت. بصوا بسيط وحاجات، بصوا ما عملتش اي حاجه صعبه، وفرع زينه هنا حطاه في الجنب. وكده المكان الجزء بتاعي بتاع المذاكره بقى هادي وحلو وجميل خالص. عايزاكم انتوا كمان تقوموا تعملوا كده لو انتوا لسه ما عملتوش الجزء بتاع المكتب بتاعكم، رتبتوه كده وظبطتوا الدنيا. انزلوا بقى ايه دلوقتي واكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا جهزتوا المكتب بتاعكم لاستقبال شهر رمضان ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا كان نفسي انزل لكم الفيديو قبل رمضان، بس انا بصوره لكم، يعني انا صورته بالظبط ليله اول يوم رمضان، فعبال ما خلصت والكلام ده كله فهينزل لكم بقى ايه تاني يوم. خلصنا يلا بينا دلوقتي بقى نعمل ايه. مش هنعمل تو دريست، لا احنا هنعمل خطه اول يوم رمضان. هنجهز الخطه اللي انا ناويه ان انا اذاكرها في اول يوم رمضان. طيب يعني ده هتقدري تخلصيها كلها؟ بصوا انا كتبتها وكتبت اللي انا عايزه اعمله، قدرت اخلص نصها يبقى حلو جدا. خلصت يعني جزء كبير منها برضه هبقى مبسوطه. بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اجاهد نفسي ان انا اخلصها تمام. فايه خطه اول يوم رمضان دي بقى من ناحيه ايه؟ طبعا بعيدا عن ان انا هصلي وان انا عايزه اقرا في المصحف، وبعيدا عن ان انا عايزه استغفر واقول اذكار الصباح والمساء والتراويح والحاجات دي كلها، دي حاجات كده كده ثابته وهعملها كل يوم ان شاء الله باذن الله، ربنا يعيني ويقدرني ويقدركم كلكم انتوا كمان. دي حاجات تانية ثابته. انا دلوقتي بتكلم على خطط اول يوم رمضان من حيث المذاكره، لان انتوا عارفين دلوقتي ان انا يعني المنهج حاطط عليا بمعنى الكلمه. فعايزين نلم المنهج ونستغل بقى شهر رمضان بان احنا نذاكر فيه، مش نستغله في ان احنا بقى نضيعه مسلسلات وافلام
افلام وحاجات من دي، لا احنا نستغله في الصلاه وندعي ربنا. يعني انا اذاكر وادعي ربنا ان انا اعرف الم المتراكم ده. فهنا كنت قاعده بفكر بقى وبشوف انا هعمل ايه، خطه اول يوم رمضان وهذاكر ايه. كتبت فوق التاريخ عشان بعد كده لما اجي افتكر وابص على تو ليست وافتكر التو ليست اللي انا كنت عاملاها ديت اشوف الكلام ده كله. بصوا ان انا كنت بوريكم بقى عملت حاجات آمم اللي انا عايزه اذاكرها في الاحياء وجيولوجيا وكيمياء وفيزياء، الاربع مواد دول. تمام. هنا بقى انا كنت بكتب تحت رمضان كريم بحيث ان انا برضو احس باجواء رمضان والكلام ده كله. بس عايزه اقول لكم ان انا ما بداتش في المذاكره ليله رمضان، انا قلت الكلام ده هيبقى اول يوم رمضان بالفعل. عايزاكم بقى تستنوا الفيديو اللي بعد ده، هيكون روتين اول يوم رمضان. ان شاء الله الفيديو عجبكم وهتشاركوا برضو معايا اول يوم وهتقضوا اليوم معايا كله. المهم دلوقتي بقى لو انتوا لسه وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو، انزلوا حطي لايك كده عشان اعرف ان انتوا معايا وصاحيين كده ما انتوش مني. المهم دخلت بقى على الاوضه. هتقولي ايه ده يا ندى، هو انت مش لسه مرتبه الاوضه معانا الفيديو اللي فات؟ بصوا انا الاوضه نظيفه وكل حاجه، بس انا عندي مشكله في الهدوم. انا مش عارفه الاوضه كلها بتبقى هدوم بس الاوضه نظيفه، انتوا فاهمين؟ فقلت مش مشكله، يلا نخش بقى ايه نظبط كده الحاجات البسيطه اللي على الوش دي. هنا انا كنت بصور لكم الفيديو ده بالظبط، يعني كنا قبل صلاه العشاء، وكان خلاص العشاء هتبدا وصلاه التراويح هتبدا. وعايزه اقول لكم ان انا نزلت عشان اصلي التراويح في المسجد النهارده. لان هي كانت اول صلاه تراويح، بجد بجد كانت حاجه حلوه. انا بحب جدا اجواء رمضان بالليل، انا بحب شوارع رمضان بالليل والاجواء بتاعت بالليل دي. بس للاسف بقى عشان انا مش هيبقى عندي دروس بعد الفطار ولا اي حاجه، دروسي كلها تبقى الصبح. فانا مش عارفه ان انا اشوف او انزل يوميا والكلام ده كله عشان خاطر اشوف اجواء رمضان بالليل. بس بصراحه هي بتبقى حلوه جدا جدا. وبصوا بحس ان ليها احساس تاني كده خالص. المهم بقى دخلت هنا على الاوضه عشان ارتب الهدوم اللي كانت عندي على السرير، واشوف الهدوم اللي نظيفه والهدوم اللي مش نظيفه اشيلها، علشان ايه يبقى السرير نظيف كده، لان ده سرير للنوم مش للهدوم. بجد انا مش عارفه في ايه بصراحه. الأوضة كلها بتبقى عبارة عن هدوم، مش عارفة ليه بتقع من الدولاب، ولا أنا اللي بنسى أدخلها الدولاب ولا في ايه بالظبط. المهم بقى أنا خلصت وكنت مجهزة العباية بتاعة البيت بتاعة رمضان عشان دخلت عشان استحمى ولبستها، وكمان نزلت صلاة التراويح ورجعت على طول. هنا بقى أول ما رجعت قلت هاخدكم كده جولة في البيت بعد ما علقنا زينة رمضان وكل حاجة، وكنت حابة بقى ان انا اوريكم اوضتي. دي اول حاجة كانت الأوضة، وبعد كده هنا الجزء بتاع المكتب، وكنت بوريكم تاني الأوضة. وبعد كده بقى هنا كنا في الصالة. بصوا بقى الحاجات دي بتاعت رمضان دي بجد بجد باحس بفرحة كده، يعني مش عارفين لما بتكون كأن بتستقبلي ضيف، فرمضان ده يعتبر الضيف بتاعنا. عايزاكم تستغلوا الشهر كويس جدا جدا، وعايزاكم تدعوا اي حد مثلا عايز حد يدعي له، او عايزين مثلا فاهمين لما عايزه تنجحي عايزه تخشي كليه معينه، انزلوا اكتبوا في الكومنتات بحيث ان كلنا ندعي لبعض. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا دايما ان احنا يعني نكون احسن ونجاهد نفسنا ان احنا نكون احسن باذن الله الشهر ده، ونحاول ان احنا نغير من نفسنا في حاجات كتير جدا. حاولوا ان انتوا اي حد عنده عاده مثلا مش كويسه ان هو بيعملها، اي ذنب حد فينا بيعمله، نحاول ان احنا نغير من نفسنا باذن الله في الشهر الكريم ده. بصوا بقى لو فاكرين ان انا ناسيه الكومنتات القمر بتاعتكم على الفيديو اللي فات تبقوا غلطانين. بجد انا بشكركم كلكم على الكومنتات القمر دي، وعلى الناس اللي متفاعله معايا باي حاجه بقولها في الفيديو، بينزلوا يكتبوا لي ويردوا على اللي انا بسالكم عليه في الكومنتات. بجد الناس ديت يعني في مكانه خاصه كده عندي، بجد انا بحبكم جدا. شكرا لاي حد بيفرحني بكومنت حلو وبيشجعني باللايك والكلام ده كله. انا عايزاكم تشجعوني برضو على الفيديو ده عشان انزل لكم الفيديو بتاع بكره على طول. بجد انا بشكر كل اخواتي وحبايبي وصحابي اللي دايما مشجعيني في كل الفيديوهات وبيكتبوا لي كلام حلو كده يفرحني. ربنا يفرحكم يا رب زي ما انتوا دايما بتفرحوني. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، وده كان روتين يوم النهارده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسونيش بالكومنتات الحلوه واللايكات، ولو انتي لسه مش مشتركه عندي في القناه انزلي اشتركي عشان عايزين نوصل 20,000 ان شاء الله في نهايه رمضان بقى نكون وصلنا 20,000. احنا خلاص يعني دلوقتي يعتبر 10,300، فخلاص احنا عايزين بإذن الله في نهاية رمضان نكون وصلنا 20,000. فعايزاكم كده تشجعوني وتساعدوني ان احنا بإذن الله نوصل للرقم ده يعني في نهاية رمضان. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، مش هطول عليكم اكتر من كده. الفيديو كان بسيط وخفيف وحبيت ان انا اقضي معاكم اليوم وتشاركوا معايا اليوم. الفيديو بتاع بكره بقى كله مذاكره وتشجيع كده وهيبقى فيديو حلو. بس كده اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.